السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مخبوزات وحلويات سعاد للمشاريع المنزلية. عشاق الفلون باتيسيي. ماذا بيا تبانوا كامل هنايا جبت لكم نهار اليوم باروع وصفه تاع فلون باتيسيي، وصفه محلات كما كنا نعملوها في الحانوت. كنت عطيت لكم سابقا بلا بات فيتي، وجبت لكم نهار اليوم الوصفه ثاني رائعه، وصفه بنينه ما شاء الله، يجي طري ويترعد مع لابات، يعني تجي مقرمشه وتجي طريه ثاني. واحد الذوق ما شاء الله، اتمنى ان شاء الله تسيوه وتجربوه وتشوفوا يعني البنه وحدكم وتكتشفوها. شوفوا الله يبارك، يعني هذيك التحميره ما شاء الله. بزاف من الناس وبزاف من الجزائريين يعني عشاق هذا الفلو، بزاف يحبوه. الو حباتي جبت لكم نهار اليوم الوصفه رائعه، اتمنى ان شاء الله تسيوها وتجربوها وتنجحوا فيها. اتمنى ان شاء الله ديروها ثاني كمشروعكم وتعتمدوها. لما لا؟ شوف يعني الله يبارك كيفاش يجي حكم روحه، يجي البنه. وعطيت لكم بواحد السر، سر المحلات، يعني هذيك البنه سبيسيال، حتى يعني تكتشفوا معايا الطريقه في الفيديو ان شاء الله. الو حبيباتي نبداو بسم الله على بركه الله. الوصفه تاعنا واش فيها؟ نبدا اول حاجه بلاباط تاعي. انا حبيباتي جبت الميزان تاعي، وعني اجيب لكم ثاني بالمغرفه اللي ما عندهاش الميزان. هنا عندي 120 غرام تاع المارغرين تكون طريه. هنا حوالي 2 مغارف يكونوا كبار. اللي ما عندهاش الميزان واللي عندها الميزان توزن خير. قلت لكم يعني باتيسري تحب الميزان، واللي ما عندهاش نعطيكم بالمغرفه. هنا ثاني حنديروا السكر كلاصي. هنا عندي 2 مغارف كبار تاع السكر الناعم، ما يعادل حوالي 55 60 غرام تاع السكر الناعم. عندي بيان سور قرصه تاع الملح ضروريه يعني في الحلويات تاعكم. وعندي حبه تاع البيض فوالا حباتي، وشويه تاع لافاني. هنا حبيباتي نفوت نخلطوا كامل هذه المقادير مع بعضهم حتى نتحصلوا على كريمه تكون طريه. يعني اهم حاجه لازم تكون المارغرين تاعكم بدرجه حراره الغرفه باش تسهل لكم العمليه، بس الا كانت يعني جامده في الفريجيدر راح تعذبكم شويه، لازم لكم الباتور. لكن اذا كانت عندكم هكا طريه ليه تخدموها غير بيديكم لما تحتاجوا الباتور. هنا بعد ما دخلت المكونات في بعضهم حنزيدوا الفرينه بالتدريج حتى نتحصلوا على قوام يكون متماسك وتكون طريه. هنا حبيباتي ما راح نديروا لا خميره كيميائيه لا حتى حاجه، يعني الفرينه فقط. قلت لكم يعني لابات هذه ما فيهاش الخميره، هذاك باش ما تنتفخش معكم عفوا، وتجيكم يعني تخصلكم الشكل تاعها. شوفوا حبيباتي هنايا قلت لكم دائما نعطيكم ثاني نصيحه بالنسبه للمبتدئات، يعني ما تزربوش في الفرينه بزاف. تقول لك لا نزرب ندير الفرينه ولا نزرب. يعني اي وحده تكون مبتدئه تكون بالك عندها خبره توجر يعني الحلواجيات هكا، يعني دائما نشوفهم بلي يديروا الفرينه غير بشويه، بس كي لا غلبتك يدك راح تجيك يابسه ولا بات تاعك راح ثاني ما تجيكش بنينه. يعني راح قلت لكم ما تجيكمش يعني القوام تاعها المطلوب. هنا راني نزيد غير بشويه حتى تحصلت على القوام مناسب. لازم تكون طريه وتكون متماسكه، ما تكونش يابسه، ما تكونش ثاني تبقى روحها. دائما تستيو باليد الاخرى، اليد هذه تعجنوا بها، واليد تكون لكم ناشفه تستيو بها. كي تشوفوها ما تتلصقش تشوفوها طريه، معناتها القوام تاعها راه اسوا. هنا جبت هكا بابي فيلم ولا هذو اللي ساشي تاع البوراك، يساعدكم بزاف هكا في الفتح تاع العجينه. هنا جبت المول تاعي هذا اللي تنحى القاعده تاعو. راح البابي فيلم هذا يساعدكم باش ترفدوا العجينه تاعكم ما تكسرش معاكم. نحو هذا البابي، نكملوا نسويو كامل هذوك الاطراف، نطلعوهم بالعجينه تاعنا غير بيديكم، يعني ما تخافوا ما تهابوا ما والو. بيديكم برك تسويو العجينه تاعكم غير بشويه، طلعوها كامل من الجوانب، تسويو القاعده تاعكم حتى تعطوها الشكل تاع المول. هذا مكان ثاني اللي حبيتو ديرهم فرديين كل وحده كيفاش يحب. كاين اللي يخاف هذو اللي مول الكبار يقول لك بالك تكسر معايا ما تنجحليش، يحب يديروا هذو اللي مول فرديين. انا كانت بقات لي شويه من العجينه كما راكم تشوفوا درتها في الليمون هذو الفرديين. هذه هي. هنا بعد ما كملت هذه الكبيره زدت هنايا ثاني هذو الصغار. حبيتوا ما ديروش كامل كبيره، ديرهم كامل صغار. الا حبيتوا ديروها كمشروعكم تقدروا هكا تليفريوها للمقاهي ولا يطلبوا منكم هذو الفرديين. دوك حنعطيكم يعني سعر البيع تاعو شحال تبيعوها للحبه، يعني تبعوا برك معايا النصائح باش ينجحوا معكم يعني الوصفه هذه. هكا ماذا بيا ان شاء الله يعني تنجح معكم من اول مره، وديروها كمشروعكم وتربحوا فيها ان شاء الله. هذه هي. هنا بعد ما سويت كامل هذو ليمول واش راح نديروا حبيباتي؟ هنا ما تطلقوش العجينه تاعكم لا تدخلوها كما راهي، لكن ملاحظه مهمه، العجينه تاعكم هكا عفوا هذا ليمول تدخلوهم هكا الكونجيلاتور، تخليوهم حوالي نص ساعه ساعه حتى ربع ساعه، يعني الا كان الكونجيلاتور تاعكم بيه يجمد نخليهم حتى يتجمدوا معنا باش نديروا الكريمه تاعنا. هنا حبيباتي بالنسبه للكريمه هنا عندي ريتله تاع الحليب، يعني كنت وزنتها شفتوها معايا، تقدروا ديروا هكا
بلا ريتله، يعني بلا ما توزنوها. درت هنايا في ريسيبيو 3 حبات تاع البيض يكونوا متوسطين في الحجم، ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار. هنا كنت راح ندير ثاني 200 غرام تاع السكر، راح نوزن معكم ونشوفوا يعني شحال يجي. فوالا شوفوا حبيباتي، هنا كنت قلت لكم على قلت لكم يعني الميزان هو ضروري في الباتيسري باش يعطيكم بالتدقيق. هنا كنت درت 200 غرام تاع السكر، رايحين نديروا المايزينا ثاني. هنا ثاني حبيباتي عندنا حوالي هكذاك 130 غرام تاع المايزينا، يعني 200 فريت عندكم 200 غرام تاع السكر و130 غرام تاع المايزينا مع 3 حبات تاع البيض. هنا راح نديروا، هذا هو السر، هذا هو السر والسر المهم تاع المحلات تاع الباتيسري اللي يجيكم الذوق تاعو سبيسيال ويجيكم الذوق تاعو رائع كامل تحبوه، هو الذوق تاع البنان. صدقوني بزاف في المحلات تاع الباتيسري يستعملوا الكو تاع البنان، هذا منه عطر، منه اغوم، يعني لاغوم تاع البنان. لاباط اغوم هذا يزيد البنه ما شاء الله في الفلون باتيسري تاعكم، يعني سيوها وجربوها، راهي تنباع هذه لا دوز ب10,000 القرعه. يعني كي ديروا الفلو تاعكم هذا وديروا له الكو تاع البنان، البنه تاعو تجي تماما كيما اللي ينباع في المحلات. هنا كنت خلطتهم مع بعض بالفوي. هنا بعد ما درت هذاك ريت تاع الحليب درتها سخنت لي فوق النار، تسخن لي برك بلا ما تغلي. كنت درت شويه حوالي واحد الكاس فوق هذاك الخليط اللي كنت درت له فيه البيض والمايزينا والسكر، خلطته معاه وبعد نعاود نرجع كلش لداخل الكاسرونه. نرجعوا كامل الخليط تاعنا في الكاسرونه، نحطوها فوق النار مع التحريك المستمر حتى تعقد لنا. شوفوا يعني كيفاش تجيكم، لازم تجيكم عاقده كما راكم تشوفوا فيها، بما انه يعني فيها البيض وفيها المايزينا حتى عقد معاكم، يعني تجيكم بهذا القوام، يعني ثمثم مباشره. تكونوا نحيتوا ليمون تاعكم وهما جامدين، تفرغوا فيهم هذا الخليط تاع الفلو وتسويهم هكا بلا سباتول، تسويهم كامل الوجه تاعهم عفوا، باش تدخلهم للفرن. شوفوا حباتي قلت لكم باش يجيكم الفلو تاعكم مليح، ماشي هذاك اللي سايح، ماشي هذاك اللي كامل طايح، يجي حاكم روحو. لازم تبعوا المقادير المضبوطه باش يجيكم حاكم روحو. هنا واش راح نديرو ندخلوه للفرن. بيان سور يكون الفرن تاعكم يكون سخون، الفلون باتيسي يحب الفرن يكون سخون. ما قبل حوالي 10 دقائق تدخلوه يكون يطيب من تحت، من تحت قبل حتى يحمر لكم كامل، ولا من فوق من تحت اللي عندها يطيب على يعني في الجهتين، ولا ما عادش يطيب مع بعض. تشعلوا من تحت قسمه يتحمر لكم كامل، ومن بعد تشعلوا من الفوق يكمل يتحمر. الفلون باتيسي حبيباتي يعني لازم تحمروه كما راكم تشوفوا بالشكل هذا، يعني تعطوا ذيك التحميره الشابه. هنا بعد ما خرجتوا شوفوا يعني كيفاش جات هذيك لاباط محمره مقرمشه وطريه، ما من الفلو هذاك يعني جا حاكم روحه، جاء طري في نفس الوقت، جاء يعني الله يبارك الذوق تاعو، الله يبارك. مع هذيك السر اللي كنت عطيته لكم هو الذوق تاع البنان، يعطي له واحد الذوق ما شاء الله. التحميره المعروفه والمحبوبه عند الجزائريين التحميره تاع الفلو هذه، يعني هذا هو الشرم تاع الفلو كي يجي محمر بهذا الشكل. هو بالنسبه للناس ما تحبش ديروا بلابات فيتي، تخافها ما تحبش تخدمها، تقول لك حبيت هكا لابات خفيفه سهله، ننصحها بهذا الوصفه وتجربها، وان شاء الله يعني تكتشف البنه تاعها. ديرها لافراد عائلتها، لولادها، للزوج تاعها، هكا لعائلتها. لما لا قلت لكم ناس دارها يعني الذوق تاعو راح نكمل يعجبهم، راح يسقسوك على الوصفه. ولا حبيت ديرها كم مشروعك يعني ننصحك بها، ويعني طريقه سهله ورابط بيه ديريها. هنا حبيبتي بالنسبه للسعر البيع تاعو يعني تقدري تليفريها للقهاوي. الفلون باتيسي مطلوب بكثره في المقاهي، حبيتي ثاني ديريها كمشروع في رمضان. هذو اللي طرت هكا الفرديين يمشوا بزاف في رمضان، الناس بزاف تحب تاكلهم في السهره. بالنسبه لسعر البيع تاعهم حبيباتي، هنا الحبات الفرديين هذو يعني 5000 للحبه. ولا حبيتي ديري هكذا خبزه كبيره وتقسميها، للمرسل الواحد تقدري تحسبيه من يعني 6000 حتى ل 7000 الحبه، بس المرسل تاعنا راه كبير. هذه هي انت وما حبيتي. فقط حبيباتي يعني ما قلت لكمش على بعد ما طابت لي خليته برد مليح. ملاحظه ديروها بزاف في راسكم، الفلون باتيسي عمره ينتكل سخون. كي طيبوه تخرجوه خلوه هكا ياخذ درجه حراره الغرفه، وحطوه في الفريجيدار، يعني مينيمو 5 سوايع. الفلون باتيسي لازم يبرد مليح في الثلاجه، لازم يحكم روحه. وبعد ما خرجته من الفريجيدار قبل ما تقدموه يعني شتوني بلي كنت سخنت شويه تاع ناباج ولا لاجولي، كل واحد كيفاش يسميها، ودهنت كامل بالبنسو الوجه تاعنا تاع الفلو. هذه هي باش تعطيكم هذيك اللمعه وهذاك البريق. شوفوا الله يبارك الحبه تاعنا كيفاش تجي حكمه، تجي شابه، ما تجيش هذيك المكسره
لاباط تاعها مقصره ولا هي اللي تجيكم طايحه، الفلور تاعنا يجي حاكم روحه ويجي ليس كما راكم تشوفوا، ويجي البنه تاعو قلت لكم تماما كما تاع المحلات، بما انه فيها هذاك السر اللي عطيت لكم هو الذوق تاع البنان، يعطيكم نفس النتيجه كما تاع المحلات. صدقوني كما كنا نديروه كما عطيت لكم بكل مصداقيه، ماني نزيد عليكم ماني نقص عليكم. قلت لكم القناه تاعي مخصصه للمشاريع، مخصصه للوصفات تاع المحلات، نعطيهم لكم كما تعلمتم تماما. هذه يا حبيباتي شوفوا يعني هنا بالنسبه للحبات الصغار بعد ما قسمتها ثاني يجوا عاليين، يجوا معمرين، يجوا محمرين، البنات تاعهم هايله. اتمنى ان شاء الله يعني تجربوهم وتشوفوا البنات تاعهم يعني وحدكم وتكتشفوها. شوفوا يعني ذاك اللون الله يبارك بين التحميره واللون الاصفر تاع اللغم تاع البنان، عطاها ذوق ما شاء الله، وعطاها وجه شباب. هنا ثاني كنت يعني ذوقته معكم، شوفوا الله يبارك كيف يعني يجي حاكم روحه. البنه تاعو هايله بعد ما يكون برد لكم بيان سور. وصفة تاعنا حبيباتي، نقول لكم نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع المزيد من الوصفات المشاعر. نقول لكم تهلاو في روحكم، تهلاو في الناس العزاز عليكم، مع السلامه.